عايزين كلمه من حضرتك في حفل تأبين الذكرى السادسه لرحيل السيد متولي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكركم على اهتمامكم في حضور هذا التأبين للراحل سيد متولي، وبقول ربنا يرحمك يا حاج سيد. انا ياما اختلفت معاك، بس اختلافات كلها كانت في وجهات النظر. اختلفت معاك مع لعيبه، اختلفت معاك مع مدربين، اختلفت معاك في حاجات كتيره جدا، لكن اول ما ربنا افتكرك ما اقدرش ما اقفش جنبك، ما اقدرش ما يعني كنت زعلان جدا وحزين جدا ان احنا افتقدنا رجل رياضي من الدرجه الاولى. اتفقت مع ابنه احمد متولي اللي احنا نعمل الميدان اللي بره ده باسمه، وبالفعل كان احمد متولي في القاهره وجريت وجبت الموافقات كلها عشان نعمل ميدان الراحل سيد متولي. الجامع اللي موجود برضو في استاد النادي، في استاد بورسعيد او في النادي المصري هنا، برضو كان فضل من ربنا سبحانه وتعالى ثم العبد لله. برضو جبت الموافقات من الوزاره ان هو برضو يتعمل جامع للسيد متولي هنا. ابنه برضو بصراحه يعني كان بيبقى متواجد معانا على طول في الشارع لما اختاروه في مجلس اداره النادي المصري. يكفي النهارده ان في منطقه موجوده في بورسعيد اسمها منطقه سيد متولي. عمر سيد متولي ما حد فينا هيقدر ينساه. سيد متولي ادى كتير جدا للنادي المصري من سنه 80 لسنه 2008. بصراحه مصيره عطاء لراجل مخلص. اقول له انت لن ولم ترحل، وان رحلت بجسدك فانت موجود في قلوبنا. حقيقي كان قمه من العطاء والصدق والعطاء. مش هو مش مستني حاجه، كانت ابسط حاجه بيحب يوصل لها انه يسعد المواطن البورسعيدي العاشق للكوره الممثله في النادي المصري. يا سلام لما كنا بنكسب مثلا 1-0 اي فرقه بشرط يعني. أنا جايلك من بعيد لأجل ما ناخد وندي، لا الشوق عمال يزيد. يا بلد أنا روحي فيكي دايب من الخوف عليكي. يا بلد أنا روحي فيكي دايب من الخوف عليكي. وحياة دم الشهيد، وحياة دم الشهيد ضمي دفني.